هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاته. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. النهارده بقى هنعمل ايس كريم بطريقه حلوه جدا وبطريقه اقتصاديه، وكمان هيعمل معانا كميه كبيره لو احنا عيله كده، يعني مش فردين ولا 3، عيله كده كبيره هيعمل معانا كميه كبيره قوي. وكمان حبينا نودع بقى الصيف خلاص بيخلص بالوصفة الحلوة دي، ما ينفعش يعدي من غير ما نكون عملنا الايس كريم وكلنا كده ورطبنا على قلبنا. فقلنا بقى نعمل وصفة الايس كريم، عملت لكم باربع اطعمة، يعني يعتبر اربع اطعمة احنا بنحبها جدا. عملنا الفانيليا وعملنا الشوكليت، بجد قوامهم تحفة، ومانجا واوريو. الاربعة كانوا احلى من بعض حقيقي، والوصفة سهلة جدا. وهنعمل الايس كريم وهنسيبه في الفريزر، وتاني يوم هناكل احلى ايس كريم احنا عملناه. مش هنصدق بجد ان احنا اللي عاملين كل الجمال ده. غير بقى الاطفال اللي يعني الفرحة بجد هتغمرهم، حقيقي بيفرحوا جدا وبيحسوا كده ان احنا عملنا لهم حاجة، يعني بتاعة ان هما بياكلوها من بره البيت وبيحسوا ان هي حلوة جدا. فتخيلوا احنا عملناها لهم، بجد هيتبسطوا قوي واحنا كمان هنفرح قوي، لان بجد لذيذ قوي. والمانجا كمان بجد كانت خطيرة وطعمها فريش كده وطبيعي. يعني مانجا فريش حقيقي تحفة، والقوام بتاعها بيلمع وكريمي، بجد كانت لذيذة قوي. وده بقى الاوريو، مش قادرة اوصف لكم جماله بجد. انا يعني عملت الوصفة من غير ما اطحن الاوريو قوي مع الايس كريم كده، لا انا كسرته وسبته عشان معلقة والتانية نحس بطعم البسكوت الاوريو كده، وسبته يعني تكسيرة كده بسيطة. كان الاوريو البسكوت ظاهر فيه وكان بجد خطير. يلا بقى نشوف الوصفة بتاعتنا. اول حاجة معايا كيلو من اللبن الحليب، يكون كامل الدسم. ضفت عليه بقى نص كوباية من النشا، ونص كوباية من السكر، ونص كوباية من اللبن البودر. وهقلب المكونات دي كده الأول على البارد كده. قلبتها كده خلاص ودابت. هرفعها بقى على النار لحد ما القوام بتاعها يتقل كده شوية. كده خلاص انا كده خلصتها ورفعتها على النار وجبتها. بصوا القوام بتاعها تقل كده شوية. هغطيها بقى بكيس نايلون او يعني ورق استريتش كده. المهم ان يعني الوش بتاعها كده ما ينشفش ولا نسيبه ينشف ويعمل طبقة كده تكتل معانا. هنغطي الوش بتاعه كده ونسيبه بقى يبرد خالص، ولما يبرد نضيفه في التلاجة كمان عشان يعني يكون ساقع كده معانا، درجة حرارته باردة. وبعدين هنضيفه بقى انا سهلت على نفسي وضفته في العجان ويعني خفقته كده على طول. ضفت له بقى ده 150 جرام من الكريمة، كريمة الخفق. ضفتها عليه بعد ما برد كده وشغلت عليه العجان، هو يعني يخفقه براحته. طيب لو مفيش عجان ممكن في الخلاط، ممكن في بالمضرب الكهربي عادي، ممكن بالمضرب اليدوي بس هتاخده وقت اطول كده شوية. وبنشغل على اعلى سرعة وبنسيبه حوالي 10 دقايق بالظبط. هنلاقي القوام بتاعنا يعني اتضاعف بقى كتير كده ومسك نفسه شوية. خلاص كده القوام بقى القوام المظبوط وتمام. لو دقناه بقى كده هنلاقي طعمه كريمي وبجد حلو قوي. احنا كده عملنا البيزك والاساس بتاع كل الفليفر والاطعمة اللي احنا هنعملها. ضفتهم بقى في علب كده، تكون علب تلاجة محكمة الغلق عشان نقفلها ونضيفها في الفريزر. وضفت المنكهات بتاعتي، جبت بقى الاوريو وكسرته كده وضفته على اول واحدة. انا عاملة منها كمية كبيرة لانها بيكون طعمها بجد لذيذ قوي وطعمها حلو. هنقلبها كده، نوصل البسكوت لكل يعني لكل الخليط.
نقلبها كده كويس، وانا سايبه حبه في الاخر كده عشان يعني في الاخر ارشها على الوش كده، احط بسكوت من على الوش كده يبقى يعني في بسكوت اكتر. وبجد كان لذيذ قوي كده. بسكوت ايس كريم الاوريو خلص معانا. نيجي بقى للايس كريم الشوكليت، كان حلو قوي. انا دي شوكولاته انا مسيحاها على حمام بخار او في الميكروويف عادي، ممكن صوص شوكولاته ممكن كاكاو، بس دي كانت شوكولاته خام وانا سيحتها كده عشان تديني طعم اقوى وطعم اغنى كمان. مش بحب اضيف الكاكاو قوي، بحس الشوكليت بتكون ألذ. انا ضفت كده لحد ما اداني اللون اللي انا عاوزاه، بقلبها كده مع بعضها لحد ما الخليط كله يبقى لون واحد. وكده نكون خلصنا الشوكليت. نيجي بقى على الفانيليا. ما ضفتش اي حاجه غير فانيليا بس، وكترت الفانيليا شويه عشان يبقى طعمه فانيليا كده، ويعني الفانيليا زهره. ممكن تضيفوا فانيليا باودر عادي، بس انا كانت موجوده عندي فانيليا سايله عادي، بحس ان هي بتديها كمان طعم اقوى شويه. وكده الثلاث اطعمه دول كانوا جاهزين معايا. هغطيهم بقى بالغطا بتاعهم كده كويس جدا عشان هنسيبهم. يعني انا كنت عاملاهم من بالليل، فتحتهم بقى تاني يوم كده، يعني على اخر النهار كده، ممكن المغرب. ممكن المهم يعني يعدي عليهم حوالي 24 ساعة. بيكون لذيذ قوي، يعني اللي هو يمسك قوامه كده شوية، القوام بتاعه يكون ماسك كده شوية، ما يكونش متلج قوي برضو. بس لما نيجي يعني هو دلوقتي سايب قوي، فالفريزر 24 ساعة يخليه ماسك نفسه كده زي الايس كريم اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط. نيجي بقى للمانجا. انا جبت الكبة بتاعتي وضفت المانجا. المانجا دي هي متفرزة، يعني متقطعة مكعبات متفرزة متلجة. ضفتها في الكبه بتاعتي. ممكن لو المانجا بتاعتكو يعني فريش عادي تقطعوها مكعبات وتحطوها في الفريزر تجمد شويه. ضفتها في الكبه بقى وقعدت اطحنها كده لحد ما بقت بيوريه كده، يعني بقت مطحونه كده زي ما انتم شايفين مفرومه. هضيف بقى عليها 3 معالق كبار من الكريمه الشانتيه، اخفقها معاه كده كويس. وطبعا لو حسيت ان القوام تقيل اقدر ازود ميه او لبن، بس انا زودت ميه كانت ساقعه برضو، منضيفش حاجه يعني درجه حرارتها عاديه، لا كانت بارده. ولما نحس ان القوام برضو اتقل ممكن نضيف ميه تاني، اللي هو يعني ايه، يحرك الخليط شويه عشان ما يبقاش تقيل قوي. لحد ما وصلت للقوام اللي انا عاوزاه، ده القوام اللي انا كنت عاوزاه. بصوا لونها فتح، بقت لونها جميل قوي. ممكن طبعا لو عايزين تعززوا اللون اكتر تضيفوا اللي هو الوان، اللي هو الالوان الغذائيه دي، لون طعام. بس انا سبتها بلون يعني لونها الطبيعي كده. كانت فاتحه وكانت جميله قوي، القوام بتاعها بجد تحفه. حطيتها برضو في علبة كده وغطيتها وحطيتها في الفريزر مع الأطعمة التانية مدة 24 ساعة. تاني يوم هنا بقى، تاني يوم بعد ما فتحتهم، عاوزه اقول لكم ماسكين. بصوا ماسكين ازاي، والقوام بتاعهم مظبوط، لا متلج قوي ولا اللي هو يعني لسه مجمدش، لا القوام حلو قوي. بصوا واحنا بنلفها كده، يعني بجد القوام تحفه. نحطها بقى في الاطباق كده ونقدمها بطريقه لذيذه. ممكن البوله بقى يعني نحط فيها من الاطعمه كلها. بجد كان طعمه تحفة. عاوزة اقول لكم الفانيليا طعمها رايق كده للناس اللي مش بتحب الحاجة اللي فيها اطعمة كتير او كده، الفانيليا ده ذوقكم بجد. والشوكليت بقى بجد كان تحفة، اكتر واحد قوامه وطعمه كان عاجبني. حاساه غني كده، يعني في طعم الشوكليت ده عشان انا مستخدمة سيحت شوكولاتة دوبتها وضفتها عليه، ما ضفتش كاكاو كده. بجد تحفة. وده بقى المانجا. المانجا برضو كان لذيذ، كان طعمه اكن باكل قطع من المانجا.
بجد كان حلو قوي. مش باين ان هو صناعي خالص، لا اكنه فريش يعني. انا اكن طحنه مانجا وخلطاها وحطاها في الفريزر. طعمها تحفه، مش طعم باودر كده زي اللي بنجيبه من بره، لا فريش بجد، والقوام بتاعه تحفه وشكله لذيذ قوي. والطعم كمان انا ما حبيتش اضيف سكر. وانا يعني بحضر الايس كريم بتاع المانجا اكتفيت بالسكر بتاع المانجا عشان يبقى طعمه مش مسكر قوي يجزع، وكمان يبقى فيه السنه اللي هي بتاعت حموضه المانجا دي تبان. انا بحبها. ممكن انتوا كنتوا تضيفوا سكر عادي، ده على حسب الرغبه، بس انا سبتها كده بالسكر الطبيعي بتاعها. وده بقى كان الاوريو اللي مش قادره اوصف لكم جماله، بجد لازم تجربوه. لو عجبتكم الوصفه متنسوش اللايك والاشتراك.